مرحبا. أكلتنا لهذا اليوم هي فيتوتشيني بالدجاج والفطر. المكونات: هنا أحتاج فيتوتشيني، هذا شكلها، وأحتاج أيضا هنا صدر دجاج قطعته بهذا الشكل، وأيضا أحتاج أفطر هنا قطعته شرائح، وأيضا أحتاج حبة بصل كبيرة، بالإضافة إلى الزبد، وهنا عندنا كريمة الطبخ، والبهارات اللي راح استخدمها هي بهارات شاورما الدجاج. ويلا نبدي على بركة الله. هنا خليت جدر على النار، وخليت قطعة كبيرة من الزبد، راح أذوب الزبد، هسه راح أبدي أضيف الفطر، راح أحمس الفطر. لما ينحمس عندي ويذب كل السوائل مالته ابدأ نضيف باقي المكونات. هنا قام يذب هاي السوائل، هسه راح أظل أحمس بيه لحد ما ينشف عندي المي مالته. من بعد ما نشف المي مالته انحمس عندي، هسه راح ابدي اخليه بكاسة، بنفس الجدرية، لا توسخون جداري ولا شي، بنفس الجدرية هي طبخوا بيها. هسه انا بنفس الجدرية اللي حمست بيها الفطر، هسه راح ابدي اضيف زيت زيتون، وايضا راح اضيف قطعة من الزبد، راح اذوبها. هسه راح ابدي اضيف البصل، راح احمس البصل. من ينحمس عند البصل زين ابدي اضيف باقي المكونات. انحمس عند البصل، انحمس عندي، هسه راح ابدي اضيف صدر الدجاج، راح احمسهم سوية. هسه هنا انحمس عندي صدر الدجاج، شوفوا انحمس عندي زين. هسه راح ابدي اضيف رشة من البهارات شاورما الدجاج، وراح اضيف ايضا نص من الماجي، نص الباكيت من الماجي، هذا الكيس نص مو هواية حتى لا تصير مالحة. وراح اضيف ايضا رشة من الفلفل الاسود، هنا رشة من الفلفل الاسود ينطيها طعم. راح اظل اخلط بالمكونات سوية. هسه راح ابدي اضيف الفطر حتى اخلطهم سوية. هسه هنا راح ابدي اضيف الكريمة، كريمة الطبخ،
وأظل أحرك بيهم. راح أتركها شوية لحد ما تفور وأبدي أحضر الباستا. هسه هنا كملت عندي. هنا خليت على صفحة جدرية بيها مي فاير، هنا مي فار، خليت الباستا راح أغطيها بالكامل بالمي وأنتظرها لحد ما تستوي عندي. من تستوي عندي أبدي أصفيها بالمصفي وأضيفها على الصلصة. أكلة كل سهلة وطيبة وبسيطة. هنا شوفوا استوت عندي كلها طافت. هسه هنا راح أبدي أصفيها بالمصفي وأضيفها على الصوص. هاي الصوص شغلت النار عليه حتى يكون ساخن، وهنا خلطتهم سوية. راح أظل أخلط بيهم سوية لحد ما تتجانس المواد كلها. من بعد ما استوت عندي قدمتها بصحن التقديم. هذا شكلها النهائي، زينتها بالكرفس. وعليكم بألف عافية. أتمنى الما مشترك بالقناة يشترك. مع السلامة.